ولو ما عملتش كده هيبقى في سوء تربية منك وهتتحاسب عليه قدام الله. زمان قالوا ان القلوب تربى قبل العقول، ولكن في بيوت كتير بتهتم بكل حاجة الا القلب او المشاعر. المفروض ان في بنت او في ابن بيكبر قدامك بتأكله، بتلبسه، بتديله مصروفه، بتعلمه، ولكن في حاجة صغيرة انت ما بتعملهاش. انت فاكر كده انك كامل، وايه هي الحاجة دي؟ انك تحضن ابنك او بنتك، انك تسمعه او تسمعها، انك تقول لها كلمة حلوة وتقول لها تعود على البنت، لان البنت مخلوقة بمشاعر. قول الولد مخلوق برضو بمشاعر، ولكن البنت هي مخلوقة كده. البنت او الولد مش هيزعق او هيصرخ علشان يقولك حبني او محتاج حب او محتاج اهتمام. هي هتسكت او هيسكت وهتكبر وتدور على الاحساس ده بره، وساعتها بقى بنرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان. ولكن هي ما لقيتش الحب والحنان ده عندك. القلب اللي ما بيتمليش في بيته بيطلع يدور على اي كلمة حلوة بره، وبتفرق معاه اي اهتمام بره، بيفرق بره وبيتعلق حتى لو الناس دي ممكن تأذيه. الموضوع مش تربية بس، الموضوع او مثلا ان انا اديله الفلوس او اديها الفلوس وبس. مش الموضوع مش كده خالص. معاكي فلوسك او معاكي مصاريفك وهشيل ايدي خلاص كده، لا. لو كل الدنيا تعليم ومصاريف وكل ده ما كناش بقينا في اللي احنا فيه. فانا زي ما فهمتك ان الموضوع مش تربية بس، الموضوع ان البنت تحس معاك بالامان. لو ما لقيتهوش معاك او معاكي هتدور عليه بره، ونرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحضن ويقبل اولاده ويقول لهم كلام طيب صلى الله عليه وسلم. ولما شاف واحد بيقول انه ما يحضنش اولاده او بنته قال له كده بالمعنى ده: من لا يرحم لا يرحم. الرحمة مش ضعف، او الكلام الطيب ممكن يقلل من شخصيتك قدام بنتك او قدام ابنك. الرحمة تربية، ولو ما عملتش كده هيبقى في سوء تربية منك وهتتحاسب عليه قدام الله. ومش مطلوب منك تبقى مثالي، ولكن مطلوب منك تبقى حاضر. اسمع، قرب، قول كلمة حلوة، علشان لما يحصل موقف او مشكلة مع ابنك انت يعني يبقى اقرب حد مش صاحبه، لا انت. وكذلك مع البنت. يمكن شايف الكلمة دي بسيطة، يمكن انت شايف الكلمة دي بسيطة، بس هي عنده او عندها حياة. فبنتك مش محتاجة فلوس اكتر، محتاجة تحس انها مهمة او انها متشافة او انها محبوبة من غير شروط. يؤسفنا اقولك ان في حاجات في التربية انت لو ما عملتهاش بدري بتتعب بعدين، مش عليك بس او عليكي بس، على الولد او البنت كمان. في النهاية الحنان اللي ما بتدهوش لابنك او لبنتك النهاردة ممكن يدور عليه بكرة في اي مكان، ممكن يوجعه.